السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتونا كتير من الأسبوع اللي فات للنهاردة. النهاردة بقى معانا فقرات مختلفة شوية. معانا فقرة مطبخ جبارة قلبة ريحة الاستوديو كله. بس قبل ما نروح لفقرة المطبخ، معانا الفقرة الأولانية دكتور محمود أسامة هيقدم لنا نصايح في علم النفس. هنروح نشوف النصايح والفقرة الخاصة بالطب النفسي ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ومساء الخير عليكم جميعا مشاهدينا الكرام. مع حلقة جديدة وبرنامج حياتنا والنفسية. معكم دكتور محمود أسامة، طبيب نفسي. جالنا أسئلة كتيرة جدا جدا عن عملية العلاج النفسي، أو ليه أروح لدكتور نفسي، وإمتى أروح لدكتور نفسي، وإزاي أروح لدكتور نفسي، وهيعمل إيه الدكتور النفسي ده لما أروح له، يعني بكل المشاكل والبلاوي والحاجات اللي عندي دي كلها. أول عنصر لازم تاخد بالك من حاجة، إن الحاجات اللي أنت بتحس بيها والأفكار اللي بتراودك والحاجات اللي أنت بتعيشها دي بتأثر على نفسيتك بطريقة أو بأخرى. دي ليها مسميات في الطب النفسي. فأنت لما بتروح لدكتور نفسي وتبدأ تحكي معاه، بياخد الجمل بتاعتك دي وبيحطها في سيكونس معين لحد ما بيوصلك ان انت يقولك انت عندك ايه، او نوع الاضطراب اللي عندك، او ان انت ما عندكش اي حاجة خالص. وبناء عليه هو بيبدأ يحدد لك العلاج اللي انت هتمشي من خلاله او تمشي فيه. زي انه مثلا لو لقاك محتاج علاج دوائي بيكتب لك على علاج دوائي. وطبعا الخزعبلات والخرافات اللي طالعه عن العلاج الدوائي انه بيسبب ادمان، وانه بيسبب التعود، وان انت طالما خدت علاج دوائي يبقى انت مجنون، يبقى انت مش هتبطله. الكلام ده كله كلام فارغ ولا ليه اي اساس من الصحه. العلاج ده بيكتبه لك دكتور وبيتصرف من الصيدليه دكتور تاني بيكتبه لك، ووزاره الصحه عاملاه ومختوم. فالعلاج ده علاج امن جدا جدا. ونيجي على المرحله الثانيه من العلاج، وهي جلسات العلاج النفسي. ايه اللي يخلي الدكتور النفسي يقول لك انك محتاج تعمل معايا جلسات؟ اول عنصر ان العلاج الدوائي ليه دور في علاجك، زي تهدئة الأفكار، زي إنه يحسن لك المزاج بتاعك، زي إنه يعالج لك بعض الانفعالات اللي موجودة عندك اللي بتعطل حياتك وبتعطل مهمات حياتك. لكن في حاجات تانية محتاجة إن أنت تتكلم عنها أكتر وأكتر وأكتر. وهنا بيجي دور العلاج النفسي أو جلسات العلاج النفسي. يعني إيه؟ يعني أنت بيحدد لك بناء على الاضطراب اللي عندك إيه نوع الجلسات اللي أنت محتاجها. ازاي الكلام ده بيحصل؟ قبل ما هنقول انه في نوعين من الموضوع، في الطبيب النفسي وفي المعالج النفسي. الاتنين في اثناء الجلسات النفسية بيكونوا مدربين تدريب عالي جدا 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 على علاج المشكلات النفسية والاضطرابات النفسية بمختلف انواعها وبمختلف درجاتها، وعلى واخدين تدريب على ايد اساتذة كبار وشهادات بهذا الموضوع. الموضوع لو واحد خريج آداب علم نفس بيبقى معالج نفسي بعد ما بيكون اتدرب على المدارس العلاجية المختلفة، والطبيب النفسي اللي هو خريج كلية الطب وبيديك الأدوية وبيكون دارس الأدوية، وكذلك مع الموضوع ده بيدرس مدارس العلاج النفسي وبيتلقى تدريب عالي جدا جدا عليها. طيب ايه بقى انواع الجلسات النفسية دي؟ يعني انت هتروح بس تحكي مع الدكتور؟ الإجابة لا. جلسات العلاج النفسي انواع كتيره جدا جدا جدا. اول عنصر فيها هي جلسات التفريغ الانفعالي، هو ان انت تروح تفضفض ولكن بشياكه. انت مش بتروح تفضفض، انت بتروح تحكي المشاكل والظروف اللي حصلت لك في حياتك، والمستمع مختص، هو عارف ازاي يدخل لك بتدخلات علاجيه تظبط تفكيرك وتظبط الطريقه اللي انت عشت بيها، ويصحح لك بعض الأخطاء وبعض المشاكل اللي انت مريت بيها ووصلتك للحالة دي. ده جزء من الجلسات. في جزء تاني وهو جزء جلسات العلاج النفسي بالدعم النفسي، وهو ده اللي دلوقتي بقوا بيظهروا تحت بند التنمية البشرية واللايف كوتشنج والحاجات دي كلها. ده جزء صغير جدا من العلاج النفسي، وهي التدعيم وبناء الثقة ويديك طاقة، يديك طاقة المعالج أو الطبيب إنه يديك طاقة إنك تعيش وتشوف الدنيا بطريقة مختلفة، وده جزء من الجلسات. تمام. الجزء اللي بعده من الجلسات وهي بناء على الاضطراب اللي عندك، زي لو واحد عنده اكتئاب مثلا، الاكتئاب ده أنهي درجة؟ لو درجات قليلة هيبقى العلاج المعرفي السلوكي هو أنسب حاجة.
طيب لو درجات عاليه قوي وصلت لافكار انتحاريه وذهان وحاجات زي كده، يبقى هتخش بعلاج دوائي وجلسات علاج جدلي سلوكي مختصه بعلاج الافكار الانتحاريه. طيب هنيجي عند اضطراب تاني مثلا زي اضطراب ما بعد الصدمه، هيبقى الانسب ليك هي العلاج بالقبول والالتزام والعلاج الجدلي السلوكي والعلاج المعرفي السلوكي بالترتيب ده. طيب هنيجي للرهاب الاجتماعي فرضا، نفترض بندي امثله، هنلاقي ان افضل شيء عندك هو العلاج المعرفي السلوكي والعلاج بالعلاج علم النفس العلم النفس الايجابي. الامور دي بناء على المختص اللي بيعالجك هو اللي بيحدد نوعيه العلاج وبيقول لك المدرسه العلاجيه اللي هو هيمشي معاك فيها. ومفيش حد واحد ينفع يمشي معاه مدرسه واحده، لا، لازم المعالج يكون عارف كل المدارس العلاجيه او معظم المدارس العلاجيه ولو بمعرفه عاديه خالص عشان يقدر ان هو يوجهك صح، حتى لو هو مش دارسها قوي يقدر يوجهك لحد دارسها بقوه شديده جدا. طيب يعني انت مش رايح ترغي مع الدكتور، يعني انت مش رايح مجرد بس كده تفضفض معاه، لا، الكلام ده مش موجود. في جزء منه حكي كبير جدا جدا جدا، وجزء اكبر على الاطلاق هو التدخلات العلاجيه اللي بيعملها معاك المختص. وبناء عليه انا حبيت ان انا اشارككم يعني احدى الجلسات المحببه الى قلبي واللي بحطها تحت جلسات التعليم النفسي، وهي جلسه المرونه النفسيه. دي جلسه من الجلسات اللي بتتعمل لمعظم الناس اللي بيبداوا العلاج، ودي الحاجه اللي بيفتقدها كثير من الناس اللي بتصاب باضطرابات نفسيه زي الاكتئاب وزي القلق وزي غيره، وهي فقدانهم للمرونه النفسيه. وده الجزء الثاني من حلقتنا، ودي جلسه كده على الماشي، يعني حاجه هتاخدها مع اي دكتور في عيادته، هتبقى في جلسه كبيره جدا كده، جلسه المرونه النفسيه. اول عنصر في المرونه النفسيه هي فك العلقان بالماضي. عشان تكتسب المرونه النفسيه هو انك لازم تفك علقانك بالماضي الكتير الكبير بذكرياته الحلوه والوحشه. هتقولي الحلوه قبل الوحشه، اقول لك عشان انت بتقع تحت بند المقارنات ما بين وضعك الحالي السيء وما بين زمان. ايه ده انا كنت زمان جامد جدا وحلو قوي بس انا دلوقتي وحش، كان فين زمان بقى؟ لا خلاص الزمان ده عدى، حلو ووحش ايا كان. ونخش على النقطه الثانيه وهي هنا والان. عيش حياتك تحت شعار هنا والان، بكره ماليش دعوه بيه، يحصل اللي يحصل، ايه ده ماليش دعوه بيه خالص، خطط له ما تزعلش، خطط له واقعد ارسم خطط حلوه بطريقه ايجابيه كويسه جدا جدا، بس انت مش عايش في المستقبل ولا عايش في الماضي، انت عايش دلوقتي في المكان اللي انت قاعد فيه، بالوضع اللي انت قاعد فيه، بالطريقه اللي انت قاعد فيها، وبكل ظروفك الحاليه. فنخش على الخطوه الثالثه وهي اقبل كل التغيرات اللي موجوده في مزاجك، في ظروفك الحياتيه، في الاشخاص، في الناحيه الاجتماعيه، الناحيه الماديه، مستواك العلمي، مستواك المادي، كل حاجه. اقبل اي تغير يحصل، تقبل حياتك بكل ما فيها. مشكلتنا دايما ان احنا باي تغير بيحصل احنا بننظر عليه. تغيير بيحصل نقول لا مش عايزين تغيير، لا، التغيير واجب ولازم هيحصل تغيير، وانت لازم تكون مرن كفايه ان انت تقبل التغيير ده وتعرف انه هيحصل برضه حتى في وضعك الحالي اللي انت فيه، اذا كان حلو او وحش هيحصل فيه تغيير. فانت لازم تقبل، وهي دي المرونه النفسيه الكامله. هنيجي عند النقطه الرابعه الا وهي قلل من سقف طموحاتك وانت ماشي في الحياه. يعني ايه؟ مشكلتنا في المرونه النفسيه او مشكلتنا في ان انت ما تبقاش مرن نفسيا هي انك دايما حاطط سقف عالي قوي 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 وكبير قوي. لا، قلل وقسم المهمه الكبيره دي لخطوات. محدش مثلا بيطلع دكتور في يومين ولا في سنتين ولا في 5، ده بيقعد سنين وسنين 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 لحد ما يبقى ينفع انه يبقى دكتور اصلا. والمهندس كذلك، والمحامي كذلك، والمدرس كذلك، والاعلامي كذلك، وكل الناس، مفيش حد ما بين يوم وليله يصحى كده يقوم يلاقي نفسه حاجه تانية. نفسيتك انت رايح لدكتور نفسي مثلا وحسيت انه اول تاني تالت ما حسيتش ادي مساحه اوسع للوقت، هتوصل مفيش اي مشكله. جلسه المرونه النفسيه دي من الجلسات اللي لو الانسان اتدرب عليها كويس جدا 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 معظم اضطراباته ومشاكله النفسيه هتنتهي تماما.
وحبيت اشارككم عشان لو حد بيجي في دماغه يقول لك ايه انا اروح اتكلم مع واحد صاحبي هستريح. لا خالص، في معلومات كتيره جدا جدا انت واقع تحتها ممكن ما تعرفهاش. هتقولي بس الكلام اللي انت قلته ده احنا عارفينه. مش مشكله نبقى عارفينه يا عم، المشكله ان انت تتدرب عليه كويس. المشكله ان انت تكون فاهمه وبتعمله في حياتك عشان تخرج بره الدوائر السوداء اللي انت عايشها دي. واخر نقطه، لو واحد عنده مرونه نفسيه كافيه هل ممكن يفكر في ان هو يخلص من حياته؟ ابدا. حياته دايما متجدده. لو طريق وقف او طريقين او اي حاجه بمرونته النفسيه الكافيه وبقوته اللي بيكتسبها مع الوقت ومع التدريب بيقدر يخرج من اي مشكله ويواجهها. زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت انه اكتر انسان بيهرب من الواقع اللي ما بيواجهش، زي اللي بينتحر او اللي انتحر والناس بتقول عليه شجاع. لا هو مش شجاع. ركزوا كويس جدا جدا انه اكتسابك للمرونه النفسيه هيوصلك لاقصى درجات القوه والمواجهه مهما كانت الظروف. شكرا ليكم ونشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. مع السلامه. ورجعنا لكم من الفاصل، ودلوقتي هنعرض بعض اللقاءات اللي تمت في مهرجان جين ستوب اللي اتعمل في احدى الفنادق في مدينه نصر. بصوا بقى، المهرجان ده كان لجميع المهن موجودة فيه، سواء شيفات بقى، سواء مهنة حرة، دكاترة، مهندسين، كل مصر كان موجود في المهرجان ده، وكان معمول لدعم الشباب المصرية. هنطلع نشوف بعض اللقاءات ونرجع لكم تاني. طبعا النهارده مشرفنا برضه باشمهندس محمد الشلاوي، هيكلمنا عن شركته ونعرف اكتر عن شركته. اهلا وسهلا بك. اهلا بحضرتك. طبعا احنا عايزين تعرفنا اكتر عن شركته. حضرتك محمد الشلاوي، تمام. صاحب شركه شيلو موضه، تقديم تصميم الازياء للشركات. بنقدم الكوادر اللي هو بنعلم ازاي المصممين وازاي ندخل في مجال الملابس الازياء اصلا. يعني حضرتك بتدي كورسات عن التصميم والبترول؟ بالظبط كده. البترول بنصمم وبندي كورسات ونأهلك اصلا انت تعمل ازاي براند لنفسك وتعمل تخش في ساعه العمل. تمام. حضرتك بتشتغل في كل محافظه؟ ايه؟ بتشتغل في كل المحافظات وبتدي كورسات؟ بالظبط. طب حلو قوي. عاوزين بقى كلمه شكر للدكتوره داليا على المهرجان الجميل. بشكر الدكتوره داليا على الاستضافه الجميله دي، وكان مهرجان كويس جدا والناس تعبت جدا كويس قوي عشان تطلع المهرجان بصوره كويسه. وشرف لنا ان احنا نكون مع الدكتوره داليا، واحنا كشركه يعني بندعم المهرجان. اكيد شركه محمد الشلاوي معروفه ما شاء الله الله يخليك. عليها. الله يخليك. طبعا انت نورتنا وشرفتنا ومزيد الله يخليك. طبعا. لسه مكملين لقاءاتنا مع ضي القمر، يعني الهاند ميد. نتعرف على الهاند ميد مع الاستاذه ايمان ونتعرف على شغلها اكتر. ازي حضرتك استاذه؟ اهلا بيكي حبيبتي، شرفت بحضرتك. طبعا انت شرفتينا النهارده في المهرجان. ميرسي يا زوسي. عايزين طبعا حضرتك تعرفينا نفسك اكتر وتعرفينا ايه ضي القمر. انا ايمان محمد خبيري، رئيس قطاع مشتريات في شركه كبيره، لكن ليا الحقيقه هوايه كل حاجات الهاند ميد وكل ما يتعلق بالديكور وتظبيط الاماكن وعمل لمسات جميله قوي لاي بيت، لان كل ست مصريه بتعشق اكيد الديكور. احنا كستات بنحب الديكور جدا. ما شاء الله. مش قادره اقول لك بقى، تشرفيني على القناه سواء على اليوتيوب او على الفيس باذن الله، اسمها قناه ضي القمر. تشرفوني وان شاء الله هتلاقوا كل اللي انتوا عايزينه. اكيد طبعا. تحبي تقولي ايه للدكتوره داليا على المهرجان الجميل اللي عملته؟ اولا الدكتوره داليا دي صديقه عزيزه وست محترمه، هي وسمير بيه الصراحه، والحقيقه انا اتشرفت بدعوتهم وهي اصرت ان انا اجي الحقيقه لانها من اصدقائي، وانا بشكر كل الحضور وكل المنظمين وبشكر سيادتك طبعا انت استضفتيني في اللقاء ده. الله يخليك يا حبيبتي. اتمنى طبعا ليكي المزيد من النجاح. الله يخليك. اتمنى بقى تشرفوني على القناه، يعني مش بس بقى يعني سيب بقى من المشتريات خليها على جنب، لكن الهوايه برضو حلوه ودي هوايه كل ست بتحبها. شرف ليا طبعا. وانا اتشرفت جدا بحضرتك. ميرسي. ومعانا النهارده برضو الباشمهندس سامح، خلينا نتعرف عليه اكتر. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. طبعا عايزينك تعرفي من نفسك اكتر. سامح صبحي، مدير مبيعات شركه برايتس هاوس او الوكاله التجاريه. اهلا وسهلا بيك. تحبي ايه تقولي للدكتوره داليا على المهرجان الجميل ده؟ الحقيقه فكره محترمه جدا، واحنا بندعم كل الشباب اللي بيحاولوا ان هم يشتغلوا على نفسهم في يوم من الايام، ونتمنى الاستمراريه والتطوير من وقت لتاني، ونتمنى دايما يكون في مؤتمرات بالشكل ده. الدكتوره داليا دايما مبدعانه بمهرجاناتها الجميله جدا. ده شيء جميل جدا، موفقه ان شاء الله، ربنا يوفقها باذن الله. نشكر حضرتك على اللقاء الجميل ده وشرفتنا ونورتنا. كل سعيد يا فندم. ميرسي. شكرا ليك يا فندم. شكرا.
طبعا النهارده بنتكلم عن اللغه العربيه، اللي منورنا ومشرفنا مستر احمد. ازي حضرتك يا مستر احمد؟ سلام، ازي حضرتك؟ طبعا نورتنا في المهرجان. ميرسي جدا، ربنا عايزين يخليك. بقى حضرتك كلمه شكر للدكتوره داهيه على المهرجان الجميل ده. طبعا مهرجان جميل جدا، وبصراحه ما شاء الله في مجهود متميز، مجهود باين. كفايه ان في كل المجالات وكل مختلف الانشطه. فدي نقطه حلوه جدا، ويا رب دايما في نجاح ودايما في تفوق كده، ودايما من مهرجان ناجح لانجح ان شاء الله. مستر اللغه العربيه يعني مستر الابداع والفن. طبعا منورنا ومشرفنا النهارده. ميرسي جدا، نتمنى لك مزيد من النجاح والتوفيق. ربنا يخليك. ميرسي جدا جدا لحضرتك، شرفتنا حضرتك. شكرا جدا. ولسه مكملين معاكم فعاليات مهرجان جينيوس توب لدورته الثانيه. معانا احد المتسابقين النهارده. كنت عايزه اعرف انطباع عن المهرجان. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فندم. كنت عايزه اعرف النهارده انطباع حضرتك ايه بالنسبه للمهرجان، وتعرفنا بشركه حضرتك اكتر. والله انا اتشرفت بكم جدا وعلى حسن الاستضافه. المهرجان كان ممتاز، وكان فيه تنوع كبير قوي بين الشركات والمصانع وكلها شغل محلي او مصري. وطبعا اتشرفت بيكي واستاذه ايه واستاذه داليا جدا. انا بشكرك، ان شاء الله بتمنى لك مزيد من النجاح والتفوق. الله يخليك يا فندم، اشكرك جدا. اشكرك. ورجعنا لكم من الفاصل، وعايزه اقول لكم الاستوديو فيه ريحه جباره. بصوا بقى، اي بيت مصري اصيل لازم بيحب الاكله دي، اساسيه عندنا هي الفسيخ. مين فينا ما بيحبش الفسيخ؟ كل الناس بتحب الفسيخ، حتى لو اللي ما بياكلش فسيخ بياكل رنجه. ده شعار عندنا كمصريين. فعلشان اجيب لكم حد بروفيشنال قوي في عمايل الفسيخ، وتاخدي منها من ايديها كده وتاكلي بثقه وبامان، لانه الفسيخ انتوا عارفين الغلطه بجون، وزي ما تقولوا ايه كده، الفسيخ الزبده. ما لقيتش غير ام مكه. اهلا بيكي، منوراني النهارده. ريحه الفسيخ قلب الدنيا. قولي لي بقى، بقالك قد ايه في الموضوع ده؟ بتشتغلي في الفسيخ بقالك قد ايه؟ بقالي حوالي 6 سنين. 6 سنين. تمام. لسه كنت على طول من البيت، ولسه طالعه يعني وعامله محل بقالي داخله في 3-4 شهور. تمام. تمام. يعني كنت بتشتغلي ربة بيت واحترفتي الفسيخ، وبتشتغلي من البيت، وكنت بتبيعي من البيت. وسع وكده ما شاء الله. انت اسمك علامه في الفسيخ. في الفسيخ دلوقتي يا جماعه، سواء المحل او على السوشيال ميديا كلها، مفيش غير ام مكه تاخدي منها الفسيخ وانت مغمضه، صح كده؟ قولي لي بقى كده، ايه احنا جبناكي ماشي، ومش هنسيبك غير لما تقولي للساده المشاهدين طريقه الفسيخ اللي بيطلع زبده مفيش منافس لام مكه. قولي لنا بقى الطريقه بقى. الاول بنجيب الفسيخ البوري. لازم السمكيه تبقى جايبها ناشفه، مش طريه، عشان لو طريه بتبقى اسمها نوع سمكه اسمه شنط، بيبقى ميت، ما بينجحش في التمليح خالص. السمكه بتجيبها ناشفه وبتصفيها في وقت معين للشتاء ووقت معين للصيف. في الصيف ممكن تصفيها حوالي 5-6 ساعات، توقفها لغايه بعد ما بغسلها كويس. بنوقفها كده. تمام. تنزل الماء اللي فيها. وبعدين تروح عاملها بالملح وحاططها في الكاس وكده. لو في الشتاء بتقعد ممكن تقعدها 12 ساعه بتتصفى، 12 ساعه بحالها، مش بيبوظ خالص ولا اي حاجه. تمام. بس عشان ما ترجعش بعد ما تملحه في الشتاء، تيجي تفتح عليه بعد 10 ايام، بعد 20 يوم، بعد 30 يوم، هتلاقي الفسيخ معاك ناشف، ترجع تقول ده لسه ما استواش، هتروح مغلفه تاني وحطه عشان يستوي معاك. بل بالعكس، الفكره ان انت بس ما صفيتوش كويس، ما اديتوش حقه في الشتاء ان انت تصفيه، ينزل الميه بتاعته بالظبط كويس ويتصفى خالص، وبعد كده بتقوم بقى بعمليه التمليح. بالظبط. مظبوط. الموضوع هيبقى صعب معاهم قوي لو جابوا سمكه بطنها ضربه جواها. طبعا الفسيخيه بتبقى مرره. الله، استنوا بقى نعرف بقى يعني ايه، نعرف السمكه اللي بطنها ضربه جواها دي يعني ايه. بتبقى الفسيخ بيبقى قاعد على بعضه السمك باوزان كبيره. فبتضطر البطن ان هي تضرب جوه منه. تمام. فالبطن بتاعته بتعمل في اللحم فبتمرره. وفي كمان ملح معين خشن بيمرر الفسيخ. يعني في كذا نوع كده، الواحد يعني اتعود كذا عيب الواحد عيطر فيه بتتلاشيه بقى خلاص. بالظبط كده. يعني ما ينفعش نقع في الغلط ده خالص. طريقه التمليح في الوقت اللي احنا فيه دوت، هنبتدي دلوقتي التمليح. تمام. اول حاجه احنا طبعا صفيناه كويس وغسلناه الاول وصفيناه. وجبنا السمكه طبعا الناشفه زي ما احنا قلنا، مش السمكه اللي هي بتبقى طريه، في قطره من كده. ماشي. احنا كده دلوقتي معانا ملح خشن. تمام. وشطه.
ثواني. تمام. بنجيب الخياشيم وعلى قد ما بنقدر. خياشيم حمرا ازاي يا جماعه؟ بصوا دي يعني كده دي سمكه صبحه. في فسيخ بيبقى في بوري بيبقى من جوه من هنا ريحته مش لطيفه واسود، بيبقى عامل ريم كده دوت، بيبقى دي السمكه برضو الشمط. يعني كذا حاجه كده ايه تمام بتعرف الواحد نوع السمكه كويس تحت ايده او لا. تمام اوكي. بنملى الخياشيم بتاعته ملح كويس. ده قلنا ملح وايه؟ ملح وشطه، وممكن نحط ورق لورا وممكن نحط حبهان معاه. ولما هتجيبي الملح الخشن دوت اعتمدي دايما الملح اللي هو يبقى عامل زي السكر. بيدي لمعه السكر. في ملح ما بيديش لمعه السكر بيبقى مطفي دوت، بيمرر الفسيخ، بيبقى جاي من تربه مش كويسه، يعني عامه بتبقى بتاعت صرف صحي وكده. تمام. فطبعا بتبوظ لك الفسيخ. طبعا ناس كتير بتقع قوي في الغلطه ديت وما بتاخدش بالها. تمام. احنا بس بنحط في الخياشيم بس. تمام. وبعدين هنحطه في الكيس عشان نقفله كويس. بصي بحط هنا وبدخل بصباعي التاني الكبير، الملح بيخش اهو جوه. تمام. على قد ما تاخد معاكي ملح. تمام. جميل. بس دي مش هتاخد ملح تاني. هجيب بقى الشنطه اللي كسرنا جايبينها. بنحطه في الشنطه من الارض كده، نحط ملح. يعني التكه يا ام مكه في حته تصفيه الفسيخ بالزبط. لازم تتصفى من الميه كله. بالظبط. تمام. لازم الفسيخه لما تتصفى معاكي انت ملحتيه باي طريقه. تمام. تقعد بقى وقت ما تقعد هينجح معاكي. مفيش مشكله خالص. تمام. احنا حطينا بقى عليه الملح والشطه، هنغرقه كده من فوق. تمام. عامة يا جماعة الملح الخشن مهما حطيتي منه كتير فاصلا الفسيخ ما بيحدقش فيه قوي. لو ملحتي بالملح الناعم طبعا بيحدق جدا، بيحدق جامد جدا. حلو المعلومه دي يا جماعه، حلوه ان احنا بقى نستخدم الملح ده، ما نستخدمش الملح الناعم في تخليل الفسيخ. ودايما تدوري على الملح اللي عامله زي الازاز اللي هي بتدي لمعان السكر. تمام. موجود في السوق يا شيف صح؟ تمام. موجود منه كتير جدا، بس في منه انواع بقى، مش كل الناس بتعرف تفرقها. احنا كده لفيناه عامة، يعني مفيش داعي لللف كتير فيه. هو انت حطيتيه في علبة وقفلتي على العلبة كويس ودفتيها، مثلا ممكن تحطيها في فرن البوتاجاز وتقفلي عليها. تمام. طبعا لما تيجي تولعي الفرن مش هتسيبيها جوه البوتاجاز. تمام. بيقعد قد ايه بقى وقت؟ سواء شتاء او صيف؟ ممكن في الصيف طبعا بيقعد ساعات، بيقعد 4 ايام ساعات. تمام. بيقعد 6 في الصيف 4 ايام 6 ايام ما دام انت مصفياه كويس. تمام. في الشتاء بقى معاكي 10 ايام، صفيه كويس 12 ساعه ويمكن اكتر، مفيش مشكله، صفي السمك كويس. تمام. وبعدين تمام. بعد كده احنا هنلفه ونحطه في حته دافيه. تمام. وقلنا في الشتاء 4 ايام صح؟ في الصيف ممكن 4 ايام ل6 ايام، ما تتاخريش. ده في الشتاء ولا في الصيف؟ عشان هيحدق في الصيف. في الصيف من 4 ل6 ايام. تمام. دي فكره غلط جدا على الفسيخ ان هم بيسيبوه بال20 وبال30 يوم، وده غلط اصلا. في الشتاء قعديه 10 ايام بس. اهم حاجه ان انت تدفيه كويس. الفسيخ ما دام الصفه والدفه كويس 10 ايام وتاكلي احلى فسيخ زي الفل. لو طلعت منك ناشفه يبقى انت ما صفيتيش السمكه كويس. اهم حاجه تصفيه السمكه. بالظبط كده. امال الشيف بعد الشر، يعني موضوع حته التسمم ده بيجي منين؟ السمكه بتبقى جايه اصلا هي ميته او متخزنه بطريقه غلط. يعني العيب في السمكه اصلا مش في طريقه التمليح. مضره مع الفسيخ الدبان يتوب. بس الدبان عليكي وعلى الدبان. الدبان ما دام في دبانه جوه البرميل قاعده مع الفسيخ وهو بيتملح خلاص انسي. ممكن تلاقي دود، ممكن تلاقي ريحه وحشه، بيبوظ خلاص الفسيخ كله، بيدمره كده خلاص. وبنشيله على حسب بقى الصيف والشتاء زي ما الشيف قالت. تمام. ونجيب بقى اللي ام مكه عاملاه. اتفضلي. ده بقى احنا ممكن نستخدم الصينيه دي. تمام.
اخلي الفسيخه الاول. نشوف بقى بعد ما بتقعدها ام مكه وشغل ام مكه هتطلع لنا الفسيخه. بصوا يا جماعه الفسيخه مقفوله اهي والله يعني تمام، يعني احنا مش عارفين قلبها هيطلع ازاي. دي هنفتحها دلوقتي قدام سيادتكم وهنشوف الزبده بقى اللي بيقولوا عليها ديت المفروض ان هي كيلو. تمام. دي على فكره واخده اسبوع في التمليح. اسبوع في الجو اللي احنا فيه ده. يعني ما بين الشتاء وما بين الصيف. والله ريحته جوعتني. مش بقول لك قلب ريحه الاستوديو كله. الناس اللي معانا كلهم بيحبوا الفسيخ. احنا بنفتحها يا جماعه قدامكم اهي، يعني مش جايبين حاجه ومجهزينها، لا، عشان تعرفوا شغل ام مكه ازاي. ما شاء الله الفسيخه سمينه وبتنزل سمنه. بس ممكن اخد منديل. اتفضلي. دي كيلو. تمام. بس انت بقى يا ام مكه عندك واحده تقول لك انا عايزه كيلو مثلا سمكتين. ايوه موجود الاحجام بقى عندك متوفر. في كيلو في الكيلو. تمام اوكي. يعني في مثلا اسره 3 افراد عايزين 3 سمكات كيلو على قدهم مثلا بيجيبوا. بالظبط. متاحه عندك. انصاص موجود، ارباع موجوده، كل حاجه موجوده. تمام. ننضف البطن بتاعتها. طبعا في ناس بتحب الجلد بتاعها جدا. الفسيخه ما ترمغوش. يلا نوري الناس بقى كده. بصوا يا جماعه اهي فتحتها، بصوا اهي، شايفين اللون بتاعها؟ بسم الله ما شاء الله. ده شغل ام مكه، مفيش بقى شراء من بره. تمام. هي ام مكه معاكم في الفسيخ. ارقام تليفوناتها هتنزل قدامكم على الشاشه. عندها الفسيخ طول السنه متوفر عندها، وبالاحجام زي ما الشيف قالت. اللي عايز 3 سمكات كيلو، اللي عايز سمكتين متوفر عندها. دي السمكه دي كيلو. بصي الزبده ما شاء الله، يعني ما شاء الله عليك. قولي لي قولي لي يا ام مكه، انت بتخلي برضو؟ في ناس يعني ايه بتبقى عايزاه جاهز على طول على الاكل. عندي بطرمانات مخليه، المنتج ده انا اتشهرت بيه جدا في القاهره. تمام. بيبقى مخلي عندك و بيتباع احجام برضو؟ لا هو كيلو قبل الخلي. كيلو قبل الخلي. تمام اوكي. طبعا مش هنرمي السلسله دي. في ناس دماغها للسلسله دي. لا ما ينفعش. ده ظرف المال العام ده. بصوا يا جماعه النظافه بتاعتها في تنظيف الفسيخ شكله ازاي؟ ما شاء الله يعني. لا استاذه بصراحه يا جماعه، استاذه يعني بصراحه يعني. بصي البوري دايما تعرفوا في فرق ما بين البوري والطباره. تمام. السلسله دي بتبقى العظمه ديت بتبقى جامده وتخينه شويه. تمام. انما الطباره مهما كان حجم السمكه كبير فهو بيبقى عامل زي شوك السمك العادي اللي هو الهزيل الصغير اللي احنا بناكله ده، البوري وكده والكلام ده. تمام. اللي هو البولتي. تمام. انما ديت بتبقى السلسله العظمه بتاعتها بتبقى تخينه وجامده جدا. ده زيرو ملح. جميل جميل. وريحته حلوه قوي على فكره. ريحته يجنن يا جماعه بجد. انا جوعت. ريحته يجنن. دي بقى بطروخ ايه؟ دي رنجة بطروخ الخشن. اللي هو بيسموه اللي هو المقرمش صح؟ ناس مخصوص بتطلبه يعني. مش جميل. تسلم ايدك يا ام مكه بجد. ارقام تليفوناتها يا جماعه نازله على الشاشه. حطي زيت. تسلم ايدك. فعلا ريحه الفسيخ وشكل الفسيخ بيفتح النفس على الاكل. فعلا ست مصريه بجد يعني.
تسلم ايدك، وكانت فقره جميله فعلا، قدمنا فيها حاجه جديده هي الفسيخ والرنجه، وان شاء الله مش هيبقى اخر لقاء معانا مع ام مكه الجميله، الست المصريه الجميله ام مكه. لما تروحوا تقولوا تبع برنامج حياتنا، وهتديكوا عروض على الفسيخ باذن الله والرنجه. بشكرك جدا على الحلقه. ماشي، وكده وصلنا لنهايه حلقتنا، واستنونا ان شاء الله في حلقه جديده من حياتنا مع داليا شريف. شكرا لكم، سلام عليكم.